احنا دلوقتي داخلين مش بس على نهاية قصة ذا بويز، لكن كمان تقريبا على قرب نهاية السلسلة، وهنغطي أصل شخصية بيلي بوتشر. في البداية كنت مخطط إني أتكلم عن الجزء ده بدري شوية في القصة، لكن وأنا بقرأ لقيت نفسي بقول لأ، أنا عاوز أتكلم عنه كل مرة واحدة، وهنمشي تقريبا بالترتيب اللي الأحداث نزلت بيه، لأن حاسس إن ده بيخلي القصة أمتع، خصوصا إنه بيخليك ترجع تبص على الأحداث القديمة بشكل مختلف، وبيخلي في نوع من الغموض بيتبني واحدة واحدة لحد ما نوصل للنقطة دي. لأن السؤال هنا بيبقى إيه اللي بيحرك بيلي بوتشر، وإيه حكاية الشخصية دي، وإزاي وصل للشخص اللي هو عليه دلوقتي. وحاسس إن الطريقة دي كانت حلوة جدا في بناء الشخصية بتاعته. الأحداث هنا بتبدأ سنة 1982 أثناء اللي تسمى حرب الفوكلاند. وحرب الفوكلاند في العالم الحقيقي كانت عبارة عن صراع استمر حوالي 10 أسابيع بين الأرجنتين والمملكة المتحدة. الفكرة إن جزر فوكلاند تعرضت هنا لغزو من الأرجنتين، والأرجنتينيين هنا كانوا شايفين الموضوع بشكل أو بآخر إن هما بيستعيدوا أرض هي أصلا من حقهم. في المقابل البريطانيين هنا اللي كانوا مسيطرين على جزر الفوكلاند من سنة 1841 شافوا إن الأرجنتين بتغزو أراضيهم، والنتيجة إن بيلي بوتشر كان جزء من الصراع ده، وده ما كانش صراع ضخم جدا، ودي حاجة مثيرة للاهتمام لأنه ما كانش جزء من الحرب العالمية التانية ولا حرب فيتنام بشكل مباشر ولا حاجة بالحجم ده. هو كان مجرد جزء من نزاع صغير نسبيا حصل في مكان بعيد، وكل الحرب أصلا استمرت 10 أسابيع بس. لكن من أول لحظة القصة بتوريك إن الراجل ده مش سهل خالص. في بداية الأحداث بنشوفه ماسك رشاش تقريبا على جنب سفينة حربية، وبيطلع طيارة مقاتلة من السماء، وبعد كده بنكتشف إنه بيتكلم مع والده اللي كان مات بالفعل. ومن هنا بقى القصة بترجع لورا، بتورينا بيلي بوتشر وهو طفل، وبيلي هنا اتربى في حاجة شبيهة جدا بحالة دكتور جيكل ومستر هايد، لأن والده كان شخص عنيف وقاسي جدا، في حين إن أمه كانت حنينة جدا وطيبة وبتحاول كمان تحتويه. والده كان شخص قاسي وشرس لدرجة إنه كان بيضرب أمه باستمرار، والتباين ده بين الأب والأم كان ليه تأثير كبير جدا على بيلي بوتشر، لأن غضبه وإحساسه بالعجز عن إنه يعمل أي حاجة تجاه اللي بيحصل قدامه بدأوا يظهروا في أشكال تانية. وده شيء بيحصل مع أطفال كتير بيكبروا في بيوت فيها عنف وإساءة. الغضب والإحباط اللي جواهم بيبدأوا هنا يطلعوه في تصرفات تانية مش بالضرورة تكون مرتبطة بشكل واضح باللي بيحصل في البيت. على سبيل المثال في موقف من المواقف بيلي هنا كان بيلعب بحاجة ليها علاقة كده بالصليب، وبدأ يتكلم شوية، ولما واحد من المدرسين طلب منه يبطل بيلي رد عليه بطريقة وقحة جدا، وطبعا ده وداه في مشكلة. لكن أمه هنا حاولت تحتويه بدل ما تعاقبه. هي ما قالتش ليه انه اللي عمله صح، لكن بدل ما تضربه او تعاقبه حاولت تفهمه ان في طرق تانية كان ممكن يتعامل بيها مع الموقف ده. وبعدين الموضوع بيتطور اكتر لما بيلي بوتشر بيكبر شويه ويدخل في خناقه مع واحد تاني، ولما مدرس التربيه الرياضيه بيجي علشان خاطر يفض الخناقه دي بيلي في الاخر بيضرب المدرس نفسه، وهنا بقى والده بيتدخل. والهدف من المشهد ده هو انه يعمل مقارنه واضحه بين الطريقه اللي الام والاب بيتعاملوا بيها مع نفس المشكله، وان بيلي بوتشر بيتصرف بعنف وبيخرج كمان غضبه، وبعيد طبعا عن موضوع ان ابوه كان بيضرب مراته، وده شيء ما ينفعش يحصل باي شكل من الاشكال، الا ان كلام الاب هنا مش غلط بالكامل، لان بيقوله بشكل او باخر يمكن ما كانش المفروض تضرب مدرس التربيه الرياضيه، بس على الاقل خليت الناس تعرف ان هم ما ينفعش يدوسوا عليك. ودي نقطه مهمه جدا في فهم شخصيه بيلي بوتشر، لان التنمر نوع من التلقيح للحياه الحقيقيه. الحياة الحقيقية ممكن تكون قاسية جدا، والتنمر ممكن يعلمك انك ما تسمحش لحد ان يدوس عليك، وانك تدافع عن نفسك، وانك ترد على الناس بنفس الطريقة اللي بيعاملوك بيها. وفي النهاية لو اتحطيت قدام اختيار بين انك تتوقف عن المدرسة لفترة او تحافظ على احترامك لنفسك، تختار احترامك لنفسك، لان احترامك لنفسك ممكن يفضل معاك طول عمرك، لكن ايقافك عن المدرسة حاجة مؤقتة. وبيلي بوتشر في البداية هنا بياخد الفكرة دي لأقصى درجة ممكنة، بيبص لأبوه وبيفهم هو إيه، وبيبدأ هنا يدرك إن الطريقة الوحيدة اللي ممكن تخلي أبوه يبطل هي إنه يتشال من المعادلة تماما. وعشان كده بيلي بيروح يجيب سكينة وهو ناوي يقتل أبوه، لكن في اللحظة دي ليني بيتدخل، وبيلي بوتشر هنا في النهاية بيضرب أخوه. ولما بيشوف وش أخوه كله دم بيبدأ يشوف صورة أمه هي مضروبة ووشها مليان دم، وهنا المشهد بيبقى شبه استعارة رمزية قوية جدا. بيلي فجأة شايف نفسه مكان أبوه، وأخوه مكان أمه، يعني هو شايف نفسه بيعمل نفس الحاجة اللي أبوه كان بيعملها في أمه. والصورة دي إن الأب بيضرب الأم بتخليه يفهم هو ممكن يتحول لإيه، وده بقى اللي بيوقفه، لأن بيلي بوتشر مش عاوز يبقى أبوه. ومن هنا بيبدأ بيلي يحاول يغير حياته لحد ما يوصل في الآخر إنه ينضم للجيش، وده بيحصل طبعا أثناء الصراع اللي استمر 10 أسابيع. والغريب شوية إن لما نفكر في الموضوع هنلاقي إن قبل ما ينضم للجيش بيروح يزور جده وبيقول له أنا بفكر أنضم للجيش وعاوز أجيب ميداليات زيك. يعني هو تقريبا كان مغمور في فكرة الحرب، وده شيء ناس كتير بتعمله. ولكن الناس دي لما تدخل الحرب فعلا وتعيش على أرض الواقع بتكتشف قد إيه الموضوع بشع ومرعب، وبالتالي أنت بتجيب لنفسك عذاب ومعاناة ممكن تفضل معاك طول حياتك لمجرد إنك كنت شايف الحرب بصورة رومانسية ومثالية مش حقيقية.
وعشان كده جد بيلي بيحذره بيقول له انت مش عاوز تدخل الحرب، انت هتشوف حاجات مش هتقدر تنساها طول عمرك، الحاجات دي بقى ممكن تدمرك تماما كإنسان. لكن بيلي هنا لأنه كان لسه شايف الحرب بصورة رومانسية بينضم للصراع برضه. وهنا بقى بيلي بيبدأ يثبت انه مختلف تماما. لما الحرب تبدأ بيلي بيشارك في القتال وبيقتل جنود أرجنتينيين وبيعمل حاجات زي انه يرمي قنبلة دخان وبعدها يندفع ناحية مخبأ أرجنتيني، وبعدها بيبدأ يضرب بشكل عشوائي جوه الدخان، وبعدها أفراد فصيلته بيتضربوا بيتقطعوا من كتر الرصاص، ولكن بيلي بيكمل اندفاعه لقدام كأنه مفيش أي حاجة حصلت. الراجل داخل الحرب بكل حماس ومش فارق معاه أي حاجة أصلا. يعني ببساطة بيبدأ يعمل مجزرة في الناس والموضوع مش بيأثر فيه بالشكل اللي ممكن تتوقعه، حتى فكرة انه يتضرب بالرصاص او انه ممكن يموت مش بتأثر فيه بالشكل الطبيعي اللي المفروض يحصل. هو مش شخص اتدمر نفسيا بالكامل، ولا التجارب دي قلبت نظرته للحياة كلها. هو ما بيعانيش من اضطراب ما بعد الصدمة وما دخلش في حالة اكتئاب، لا هو تقريبا بيتعامل مع الموضوع بمنتهى البساطة. دي حاجات انا عملتها، وانا شايف ان جزء كبير من ده يرجع لطريقة تربية بيلي وللبيئة العنيفة اللي اتربى فيها. وطبعا ان جوز يضرب مراته مش حاجه نقدر نقارنها بشكل مباشر بالحرب، لكن اللي حصل هو ان التجربه دي عملت نوع من التمهيد. يعني لما بيلي هنا وصل للمرحله دي في حياته الموضوع ما اثرش فيه بنفس الطريقه اللي كان ممكن ياثر بيها على شاب نشأ في قلب امريكا في بيت مثلا هادي طول عمره بيساعد ابوه في شغل المزرعه وما شافش من الدنيا غير الجانب الامن منها، وبعدين يدخل الجيش يمكن لانه شايف ان دي الطريقه الوحيده اللي يقدر من خلالها يحصل على تعليم او يبني مستقبله. شخص زي ده بيكون تقريبا معزول تماما عن قسوه العالم. لكن لما بيلي بيرجع من الحرب بيبدا يقابل كل الشباب اللي لسه داخلين الجيش واللي لسه عندهم الصوره الرومانسيه عن الحرب، والناس دي تفضل تقول له يلا يا عم احكي لنا قصص اكتر، احكي لنا حصل ايه في الحرب وايه اللي شفته هناك. وبيلي في لحظه من اللحظات بينفجر تماما، بيمسك كوبايه وبيكسرها في وش واحد من الموجودين، وبعدها بيبدا يضرب في باقي الرجاله دول بشكل عنيف. ومن هنا حياته بتبدا تاخد منحدر لتحت اكتر واكتر. بيتعمل ليه محاكمه عسكريه وبتحصل ليه مشاكل ورا بعض، وكل حاجه تقريبا في حياته بتبدا تنهار. تحس ان حياته بتقع اسرع واسرع وكأن الموضوع خرج تماما عن سيطرته. وفي مرحله معينه بيدخل بار وبيقول انا هخلص على كل اللي هنا، وفي الاخر الناس بتضربه ضرب مبرح جدا وبتبهدله تماما. يعني حاجه ورا حاجه، هو تقريبا بيدور على مشاكل بنفسه، بيدور على خناقات وبيدور على اي نوع من انواع الصراع، وكأنه بشكل لا واعي بيسلم نفسه للموت. وهنا بقى بيقابل ريبيكا في المترو. ريبيكا هنا بتظهر في حياته في اللحظة اللي هو فيها يعتبر في أسوأ نقطة تقريبا في حياته، أو على الأقل في واحدة من أسوأ نقاطه. هي تقريبا زي نجمة مضيئة في الوقت ده بالنسبة ليه، هي بتساعده يرجع من الطريق اللي كان ماشي فيه، طريق تدمير نفسه بنفسه، لأن ده بالظبط اللي بيلي كان بيعمله. في موقف من المواقف مثلا هو بيجيب هنا مشروب مع ريبيكا والاتنين بيقعدوا يتكلموا وبيبدأ هنا يبقى في انسجام واضح بينهم، وبعد شوية بيقول لي طيب أنا هروح أجيب شوية كحول كمان، وبعدها هروح أضرب الناس دول وأقول لهم يسكتوا عشان خاطر نقدر نتكلم. وهنا بقى بترد عليه لا ما تعملش كده، اهدى بس. وفي لحظه تانية بيلي بيروح يجيب كحول اكتر وهي بتقول له كفايه كده ما تشربش اكتر من كده. ولما بيسالها ليه بتقول بشكل او باخر انت لسه حكي لي عن طريقه الحياه اللي عايشها، الخناقات اللي بتدخل فيها والمشاكل اللي بتعملها وازاي انت تقريبا لجأت للشرب. وبعدين تبدا تربط ده بكلامه عن والده وبتقول له من اللي انت بتحكيه واضح انك بدات تبقى زي ابوك. وهي عندها فعلا الخبره اللي تخليها تستنتج حاجه زي دي لانها اخصائيه اجتماعيه وبتشوف النوع ده من الحالات طول الوقت. لكن هي هنا مختلفه، هي واحده من الشخصيات اللي وجودها في حياه بيلي مفيد ليه بشكل حقيقي. هي بطبيعتها شخص كويس بالنسبه ليه وبتساعده يرجع لنفسه وبتحاول تخليه يبقى افضل نسخه من نفسه. وفعلا بيلي بوتشر هنا بيبدا يقع في حبها وبنبدا نشوف نسخه من بيلي عمرنا ما شفناها قبل كده، نسخه اهدى واحن وانعم من بيلي بوتشر. وفي مرحله معينه بنشوف هو لينو وامه وكمان ريبيكا قاعدين كلهم حوالين ترابيزه السفره وبيتكلموا مع بعض عن ريبيكا وحاجات تانية، والجو كله مختلف تماما عن بيلي اللي كنا شايفينه قبل كده. والحاجه المثيره للاهتمام هنا ان والد بيلي كان في الوقت ده اتعرض لجلطتين او كذا جلطه، فهو لسه ما ماتش لكنه بالتاكيد قرب جدا من الموت، وبالتالي ما بقاش قادر يضرب مراته ويعملها بنفس الطريقه اللي كان بيعملها بها زمان. وريبيكا هنا بتدخل وتقول لام بيلي بشكل واضح انت عايشه بعقليه الضحيه، انت مش قادره تسيبيه ومش عارفين ليه لحد دلوقتي، لكن في النهايه الراجل اللي انت حبيتيه زمان ما بقاش موجود، هو خلاص مش الشخص اللي انت وقعت في حبه، ما بقاش في اي علاقه رومانسيه بينكم، ما بقاش في حاجه تربطكم ببعض بالشكل ده، انت حرفيا بتحاول تمسك دخان بايدك وده مستحيل. الحاجة الوحيدة العاقلة اللي ممكن تعملها دلوقتي هي انك تمشي وتسيبيه، ودي لحظة مهمة جدا لان لا بولي بوتشر وكمان ولا ليني قدروا قبل كده يخلوا امهم تسيب المكان ده. لكن في النهاية اللي كانت محتاجاه هو عامل خارجي، كانت محتاجة حد من بره يدخل حياتها ويخليها تشوف الامور من زاوية مختلفة ويوجهها في الاتجاه الصح، حد يقول ليها انت مش في حاله نفسيه سليمه تخليك تاخدي قرار عقلاني لوحدك، لان لو كنت قادره فعلا على التفكير بشكل سليم واتخاذ القرار بنفسك ما كنتش فضلت في المكان ده كل الوقت ده.
انت مش قادره تاخدي القرار ده لوحدك، لانك انت محتاجه حد يوجهك ناحيه القرار الصح. وفي النهايه فعلا ده بالظبط اللي قدرت تعمله، وده بيوضح قد ايه هي شخصيه عظيمه ومؤثره في حياه بيلي. ومن هنا بنشوف بيلي وليني وكمان ام بيلي وريبيكا وهم بيروحوا على باب شقتهم، وام بيلي بتقول ليهم بشكل واضح انا ماشيه. هي خلاص قررت انها تسيب البيت. وفي الوقت ده والد بيلي بيبدا يحاول يستفزهم ويتريق عليهم شويه. والده بيبدا يقول كلام مهين عن ام بيلي وحاجات من النوع ده، وبيلي في البدايه بيحاول يهجم عليه، لكن طبعا ريبيكا بتتدخل وبتقول له هو مش مستاهل، ما تحولش ليه تاني. وده واحد من المواقف اللي ريبيكا بتقدر فيها ان هي ترجع بيلي من على حافه الهويه، وده شيء مثير للاهتمام جدا، لانها طول الوقت تقريبا بتقول له انت راجل عظيم وقادر تعمل حاجات عظيمه، كل اللي محتاج تعمله انك تبعد عن الشخص اللي كنت عليه وتحاول تبقى افضل نسخه من نفسك. وده بالظبط اللي كانت بتساعده عليه طول الوقت. وفي النهايه بيلي وريبيكا بيتجوزوا، ودي لحظه جميله جدا، لان بيلي بوتشر اخيرا بيلاقي السعاده لاول مره تقريبا في حياته. لكن في نفس الوقت السعاده دي بتتسحب منه بموت ليني، وده طبعا شيء قاسي جدا عليه، لكن على الاقل بيكون عنده ريبيكا عشان خاطر يعتمد عليها وعشان تساعده وتوجهه كمان. والسبب اللي خليني اركز على ريبيكا بالشكل ده واتكلم عنها كتير هو ان في نقطه معينه بيلي وكمان ريبيكا بيروحوا ميامي، وهناك بيلي وريبيكا بيشوفوا الابطال الخارقين لاول مره بشكل مباشر وحقيقي. طبعا نقدر نفترض ان هم كانوا سمعوا عنهم وشافوهم كمان على التلفزيون وحاجات من النوع ده، لكن انك تشوف السيفن قدامك على الطبيعه دي حاجه ما كانتش حصلت ليهم قبل كده. وطبعا الناس بتكون مبهوره ومتحمسه جدا، ياه ابطال خارقين، والناس بتتصور معاهم وبتحاول تقرب منهم وحاجات من النوع ده. ولكن هنا ريبيكا مش فارق معاها خالص، هي تقريبا بتبص للموضوع وتقول يعني ايه انت الراجل الوحيد اللي انا مهتم بيه اصلا، فانا مش فارق معايا هم مين ولا بيعملوا ايه، مين يعرف اصلا هم بيبقوا عاملين ازاي في حياتهم الخاصه. وبعد كده بيلي بيروح يتمشى شويه، وريبيكا بتقول له ان هي عاوزه تنام وان هي محتاجه ترتاح. ومن هنا بقى خلال حوالي 3 شهور ريبيكا بتبدا تبقى بعيده جدا، بعيده بشكل ملحوظ، بتقفل على نفسها ومبقتش بتحب حد يلمسها ومش عاوزه حد يقرب منها وعاوز تفضل لوحدها. والحقيقه ان دي كلها علامات واضحه جدا على ان واحده اتعرضت لاعتداء، فانت عارف بقى قصدي ايه، انها تبعد نفسها عن الناس وما تحبش حد يلمسها وتحاول تستعيد احساسها بالحياه الطبيعيه، وتحاول تقنع نفسها ان الدنيا هنا كمان لسه طبيعيه وان العالم ما انهارش. لكن في نفس الوقت هي مش عاوزه تحس ان هي ممكن تتعرض للاذى او الاستغلال بسهوله مره تانية. وبيلي بوتشر هنا طبعا مش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط، وفي ليله وهو نايم جنبها بيسمع صوت غريب جاي من الناحيه اللي هو فيها، فبيشغل النور وبيبص، وفجأة بيلاقي رضيع صغير تقريبا اتشق وخرج من جسم ريبيكا وكمان بيطير في الهواء. والمشهد ده بصراحة من أكتر الحاجات المرعبة اللي ممكن تشوفها. وفجأة الطفل بيبدأ يطلع أشعة حرارة من عينيه والدنيا كلها بتتقلب جحيم. الطفل بيبدأ يضرب ويقذف كمان حاجات في كل مكان وكل حاجة بتخرج عن السيطرة. وبيلي بوتشر في النهاية بيمسك أباجورة ويفضل يضرب فيه لحد ما يقتله، بيفضل يدمر فيه تماما. وبعدها بيبص ريبيكا ماتت، الطفل حرفيا شق طريقه وخرج من جسمها وده تسبب في موتها. وبعد اللي حصل بيلي بوتشر بيحصل له نوع من الانفجار النفسي، وفورا شركة فوت بتدخل على الخط وبيحطوا قدامه اختيارين، بيقولوا ليه تقريبا الموضوع ده ممكن يمشي بطريقتين. الطريقة الأولى إن القصة تبقى إنك اكتشفت إن مراتك كانت حامل من راجل تاني وإنك فقدت عقلك من الغضب وقتلتها، وبعد كده فتحت جسمها وطلعت الطفل منها، وبكده تكون انهارت تماما، وساعتها تقضي بقية عمرك في السجن وممكن تتحط في الحبس الانفرادي، وممكن كمان في النهاية تاخد حكم بالإعدام أو ممكن يحطوك في مصحة نفسية. لكن في اختيار تاني، ممكن تمضي الورقة دي وما تقولش أي حاجة لأي حد، تمضي الورقة وتعترف رسميا انك عملت الحاجات دي، وبعدها كل حاجة هتبقى تمام. هنقفل الموضوع ده وندفنه ونعتبر ان الموضوع ما حصلش. وده في الاساس كان اسلوب شركة فوت عشان خاطر يبعدوا نفسهم تماما عن اي مسؤولية او اي علاقة ممكن تكون الابطال الخارقين باللي حصل. بس في حاجة مهمة جدا لازم نفهمها، بيلي بوتشر ما كانش عارف ان الابطال الخارقين لهم علاقة اصلا بالموضوع. هو شاف حاجات غريبة جدا زي طفل رضيع بيطلع اشعة من عينيه وبيطير في الهواء، لكن هو ما كانش يعرف ان في بطل خارق هو اللي ورا اللي حصل. وطبعا بيلي بوتشر مش واحد هادي وبارد الاعصاب في المواقف دي، فبيبص هنا للممثل بتاع شركة فوت وبيقول له انت متجوز؟ الراجل بيقول له اه، فبيقول له تقدر تتخيل احساسك انك تعرف انك عمرك ما هتشوف مراتك تاني؟ وبعدين فجأة بيقلع عين الراجل من مكانها، وده عشان خاطر يخلي ممثل شركة فوت يفهم بالظبط هو واقف فين في الصورة الكبيرة، وان بيلي بوتشر مش هيسمح ليهم يجوا يدفنوا الموضوع وخلاص. وبعدها بيلي بوتشر بيتبهدل ضرب بشكل بشع جدا، وبيضربوه في كل مكان وبيسيبوه هناك. وفجأة بيظهر مالوري، وطبعا زي ما انتم عارفين مالوري هو الشخص اللي أسس فريق ذا بويز في الأساس. لكن خدوا بالكم من حاجة هنا، الموضوع مع بيلي بوتشر مش زي اللي حصل مع هيوي. مع هيوي بيلي كان بيستغل المعاناة بتاعته ويقول له بص يا صاحبي عندنا مهمة لازم نخلصها، وده كان نوعا ما بيستغل هو بيتحكم فيه شوية. لكن مع مالوري هنا الموضوع مختلف، هو بيستغل الغضب اللي جوه بيلي بوتشر لكن مش بنفس الطريقة، لأنه بيقول له أنا أقدر أوعدك بالانتقام من الشخص المسؤول عن اللي حصل. لكن قبل ما أي حاجة من دي تحصل مالوري بيديله حاجة، بيقول له دي مذكرات مراتك. وبيلي نفسه بيستغرب وبيقول له ان اصلا ما كانش يعرف ان ريبيكا عندها مذكرات. لكن مالوري بيقول له دي مذكرات مراتك، اقراها وبعد كده قول لي انت عاوز تعمل ايه. وبيلي بيبدا يقرا المذكرات دي،
ومن خلال المكتوب فيها بيبدأ يفهم الحقيقة. بيكتشف إن لما هو وكمان ريبيكا كانوا في ميامي وهو خرج يتمشى، هوملاندر ظهر في أوضتهم. وبيلي بيفهم ان اللي حصل لريبيكا كان بسبب هوملاندر، والاهم من كده ان بيكتشف ان ريبيكا كانت عارفه ان بيلي بوتشر لو عرف الحقيقه هيجري ورا هوملاندر وهيحاول ينتقم منه وفي الاخر هيتقتل، وعشان كده هي قررت تخبي الموضوع كله عنه. كانت عارفه ان بيلي بوتشر مش هيسكت لو عرف، وانه هيروح ورا هوملاندر مهما كان الثمن، وده في النهايه هو السبب اللي وصل لموتها، لان هوملاندر هو اللي اعتدى عليها، والطفل اللي خرج منها كان نتيجه اللي حصل. وبمجرد ما بيلي يفهم الحقيقه بيفقد عقله تماما، بيفتح الباب وبيخرج وهو في حاله جنون وبيبدا ينهار تماما. وبيروح هنا لمالوري، ومالوري بيقول له لو انت هتوافق فتمام، ممكن الموضوع ياخد سنين وممكن ياخد عقود، لكن انا اوعدك اننا هنجيب هوملاندر، هتاخد انتقامك وهنوقع النظام كله من اساسه. وبيلي بوتشر على طول بيقول له انا معاك يا معلم، اعتبرني داخل. ومن هنا بقى مالوري بيقول له انا محتاجك تعمل كل حاجه اقول لك عليها. وفي اول مهمه ليه بيديله بندقيه هجوميه وبيقول له عاوزك تدخل البيت ده وتقتل كل واحد تقدر تلاقيه جواه. وبقول لكم يا جماعه حرفيا كانت مدعكه، الموضوع كان حرفيا كانه يوم قيامه نزل على البيت ده. بيلي بوتشر بيدخل وهو ماسك الرشاش ومن غير حتى ما ينطق كلمه بيبدا يضرب في كل اللي موجودين. واحد من الرجاله اللي جوه البيت هنا كان يعتبر مضاد للرصاص، لكن بيلي بوتشر بيكتشف ان عينيه مش مضاده للرصاص، فبيقوم بيلي هنا يضربه في عينيه وبعدين يحط المسدس في بقه ويضربه في دماغه، وبعدها بيكمل على كل واحد موجود في المكان وبيعدمهم واحد ورا التاني. والمثير هنا بقى انه ما اتكلمش كلمه واحده، ما بيقولش اي حاجه لاي حد، ما بيسالش اسئله، ما بيديش فرصه لاي حد يشرح او يتكلم، هو بس بيدخل وبيضربهم كلهم. وبعد ما بيخلص بيسيب البندقيه مكانها وبيسيب فوارغ الرصاص كمان، وبعدين بيركب العربيه مع مالوري وبيقول له انا افترضت انك كنت عاوز تبعت رساله، فعشان كده سبت البندقيه وفوارغ الرصاص. وبعد كده الاتنين هنا بيصبوا لنفسهم فنجان قهوه، بيركبوا العربيه وبيمشوا. وده تقريبا بيفضل شكل حياتهم لفتره طويله. بعد كده على مدار السنين اللي بعدها بيلي ومالوري بيفضلوا يتنقلوا من مكان لمكان، اما بقى بيخلصوا على ابطال خارقين وبيقتلوهم، او بيستغلوا ابطال تانيين علشان خاطر يحصلوا منهم على معلومات. وده حرفيا النظام اللي ذا بويز بيشتغلوا بيه. وبعد كده بيقابلوا ذا ليجند، وليجند هنا بقى بيبدا يديهم معلومات وبيقول ليهم ازاي الامور المختلفه بتحصل ومين ورا ايه وايه اللي بيحصل في عالم الابطال الخارقين. ومن هنا الامور بتبدا تاخد منحنى مجنون تماما، وده بقى في النهايه اللي بيساهم في تكوين فريق ذا بويز بالشكل اللي احنا عارفينه. ومن هنا القصه بترجع تاني لبيلي بوتشر وهو واقف بيتكلم مع جثه ابوه، بيبدا يقول لي انا عملت اخطاء كتير في حياتي، عملت حاجات غلط، وايوه انا ارتكبت اخطاء، لكن في نفس الوقت انا وقعت في حب اعظم امراه قابلتها في حياتي وفي الاخر خسرتها. وبعدين بيلي بيقول لابوه لما كنت اصغر كان جوايا نفس غضبك ونفس حقدك كمان، وعشان كده ما كنتش عاوز اخلف اطفال من ريبيكا، ما كنتش عاوز انقل ليهم الجزء ده مني، ما كنتش عاوز اولادي يكبروا ويبقى زيي او حتى كمان زيك. لكن بيلي بوتشر هنا بيكتشف حاجه مهمه جدا مع الوقت، وهي ان روح الانتقام والعدوان اللي كانت موجوده عند ابوه موجوده جواه هو كمان، وده يعتبر جزء منه وحاجه مستحيل يهرب منها. دي طبيعتي، فلو دي طبيعتي فعلا ليه ما استخدمهاش؟ لكن بيلي بيأكد على حاجه مهمه جدا، انا عمري ما عملت الحاجات اللي انت عملتها، انا عمري ما مديت ايدي على مراتي، عمري ما اذيت اقرب الناس ليا، فانا مش هعمل زيك واطلع ضعفي وغضبي على الناس اللي حواليا. انا راجل قوي فعلا، انا حاربت في حروب وعرفت اعيش وعرفت احب، وهنكمل بنفس الطريقه، هفضل اعمل اللي عملته طول حياتي، هخلص على كل الابطال الخارقين دول وبعدين هاخد انتقامي وفي النهايه هقتل هوملاندر. وبكده بيكون ده تقريبا الوداع الاخير بين بيلي بوتشر وابوه. بيلي بيقوم من مكانه ويفك حزامه وبعدين بيطرطر فوق راس جثه ابوه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. فكالعاده بقى استنى رايكم في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول. ونكمل بقى مع الفيديو اللي جاي. سلام.